والتي تساعدنا على تعلمها وتصحيح الاستخدام. فنبدأ الليلة من الضمائر. وفي اللغة الصومالية مقع ويالو. الضمائر مقع ويالو. مقع ويال أو الضمير هو جزء من الكلام، والضمير هو يقوم مقام الاسم ويأتي إلى اختصار والتفادي من تكرار الاسم في الجملة مرات عديدة. فإذا ذكرنا مرة واحدة الاسم بعدها لا نعود إليها لأن الضمير ينوب عنه، ولذلك استخدام الضمائر في اللغة يعني مهم جدا. والضمائر هنا مقع ويالو. والضمير وحده مقع ويال هنا. وأو هذا يعني للجمع الضمائر مقع ويالو. مقع ويالكو الضمير وإري وكلمة أو مفردة. جغذا هنا مقام مقع قلا، يعني مقع ويالكو الضمير هو، وإري يعني كلمة. هنا نعود إليها، يعني قلا كلمة تدخل جغذا مقام الاسم. يعني مقعويالك هي كلمة تقوم مقام الاسم، هذا هو ما أردناه. مقعويالك الضمير وإري مفردة أو كلمة جاغذا مقع قلا تدخل مقام الاسم أو تقوم مقام هنا جاغذا مقام الاسم. مقعويالك الضمير وإري مفردة أو كلمة قلا تقوم جاغذا مقام الاسم مقع. الضمير هو يعني الضمير هو كلمة تقوم مقام الاسم. هنا مقام هنا جغذا مقع الاسم قلا تدخل أو تقوم. مقعويالكو وإري جغذا مقع قلا، يعني الضمير مفردة تدخل أو تقوم مقام الاسم. قضبنا قاتا، يعني وقضب هنا قضب أخذناه ويعني حرف أو ارتيكل. قاتا يعني يأخذ، يعني الضمير ومقعيالكو يقوم مقام الاسم، وإري قلا مقع جغذا مقع. قضب نقاطة يعني وله ارتيكل، يعني يميزه الضمير في اللغة الصومالية أن له يعني في آخره حرف أو ارتيكل. هذا الكان قرحية، يعني قلا معناته شنو؟ قلا براها معناته قلق. شنو؟ قلق قلا هنا بمعنى يدخل مقام الاسم أو يقوم. مثلا قلق هنا دخول، يعني قضب نقاتا ويالكو أي قضب نقاتا. قضب، يعني قضبنا قاتا، يعني قضبنا وحرف قاتا يأخذ ويأخذ حرفا. يعني الضمير في اللغة الصومالية يأخذ في آخره حرف. وقضب هنا أخذناه في السابق هو أنه يدخل الاسم في آخره، والضمير كمان يأخذ يعني قضب وهو حرف أو يعني article في اللغة الصومالية. هذا الكان قرحية، يعني قرحية هنا يحسن الكلام. هذا الكان قرحية ويحسن الكلام أو يجملها، يعني لتجميل الكلام نستخدم الضمائر بدلا من تكرار الاسم لعدة مرات ما يفقد الكلام جماله. صون قابية ويختصر، يعني للاختصار أو لطلب الاختصار نستخدم الضمير بدل الاسم. صون قابية ويختصر الكلام. هنا يجمل أو يحسن الكلام
صونة جابية ويقتصرها، يعني بدلا من أن نطولها نستخدم مكان الاسم ضميرا لتكون الجملة قصيرة. يعني كلمة ريبا سونا جابية دي الاثنين اختصار يعني أو يختصر الاثنين نفس الكلمة يعني معناهم واحد يعني. صونا هنا للعطف، وهنا ويقتصرها، يعني وكأننا قلنا ويقتصرها، وجاب هذا لوحدها اختصار، ولذلك صونا جابية ويقتصرها يعني الكلام اللي تحدثنا عنه. صونا هنا للعطف ويقتصرها، هنا ويقتصرها. جاب لوحدها يعني تقصير أو اختصار. صونا جابية ويقتصرها، وكأننا رابط فيها. صونا هنا للربط، ونا هنا للعطف، ويقتصرها كلها. هذا الكنا يعني قرحية، هنا قرحية يجمل أو يحسن هذا الكنا الكلام ويحسن الكلام. هنا صونا جابية ويقتصرها، صونا جابية ويقتصرها. وحو ريبا ويمنع، وحو ريبا يعني وحو لوحدها لا يوجد لها معنى وإنما تساعد الفعل الريبا. ويمنع، وحو ريبا ويمنع كعلنت تكرارا، كعلنت تكرارا مقع الاسم، يعني وحو ريبا ويمنع كعلنت تكرارا مقع الاسم، ويمنع تكرار الاسم. سذا كما يعني مثلا، سذا مثلا أو كما في حسن، هذا اسم عرورتي بو دوني. حسن بحث بو دوني، هنا بحث عرورتي عن الأطفال، يعني عرور هنا الأطفال. حسن هذا وحو عرورتي بو دوني يعني بحث عن الأطفال، عرورتي بحث عن الأطفال. وللاختصار هنا ذكرنا اسم حسن وذكرنا الأطفال، كلمة الأطفال. ولكن عند الجملة الثانية إساغا هنا استخدمنا ضمير. إساغا هو، إساغا هو يعني تقوم مقام الحسن. بدلا من تكرار الحسن هنا استخدمنا ضمير إساغا التي تقوم مقام حسن. إيو عطف، و إيجوبا هنا الأطفال، إيجوبا وهم، يعني هو وهم ويمادين أتوا، يعني ويمادين أتوا أو جاءوا، يعني بمعنى أنه حسن في المرة الأولى بحث أو طلب الأطفال، يعني طلبهم وبحثهم. ولكن في المرة الثانية هو إساغا إيجوبا وهم ويمادين أتوا أو جاءوا. في المرة الثانية جملة ما استخدمنا حسن وما استخدمنا عرورتي، لأن استخدمنا ضمير الغائب هو إساغا بمعنى هو، وإيجو بمعنى هم، ويمادين جاءوا. ولذلك هذا ما يفيد استخدام الضمير في الجملة. حسن هو اسم، عرورتي بو دوني طلب الأطفال وبحثه عنهم. إساغا يعني هو، إيجوبا وهم ويمادين جاءوا، يعني يمادين هنا يعني جاءوا يعني وفيها واو الجماعة للغائب، وي هنا لوحدها لا يوجد لها معنى وإنما تساعد الفعل يمادين جاءوا. ودين هنا للجمع جاءوا، لو كان جاء يمادي، يمادي هنا تكون ويا يمادي هو يعني. أما للجمع واو الجماعة يمادين جاءوا، هذا هو. فاستخدام الضمير هذا هو الضمير، ولكن الضمير في اللغة الصومالية يأخذ ارتيكال وسنأخذها. مقع يالذو الضمائر، مقع يالذو الضمائر وحي أكل بحان إنما تساعد الفعل بحان. أكل بحان ينقسمون إلى كلا بح انقسام، يعني شن قيبوت، شن خمسة قيبوت أقسام.
وينقسمون إلى 5 أقسام. يعني مجعويال الضمائر في اللغة الصومالية تنقسم إلى 5 أقسام. كواس والذين، وهذه الأقسام هي أو كلاء، هي كلاء، كلابحان، كلاء، يعني هنا وهي البيانية، وهي نقطتين فوق البعض. ما هي ال5؟ مجعويال ضد، يعني ضمائر الأشخاص. مجعويال ضد ضمائر الأشخاص، يعني هذه ضمائر تستخدم للإنسان، يعني تنوب عن الإنسان. مجعويال لهانشو وضمير الملكية. هنا مجعويال لهانشو ضمائر الملكية. مجعويال تسمو، يعني ضمائر الإشارة أو أسماء الموصولة. هنا مجعويال تسمو، هنا ضمائر أسماء الإشارة أو أسماء الموصولة، كلاهما في اللغة الصومالية يسمى مجعويال تسمو، يعني أسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة يسمى مجعويال تسمو. مجعويال سؤاليت، هنا ضمائر الأسئلة أو الاستفهام، يعني التي تجعل من الجملة استفهاما، يعني أسماء الاستفهام يسمى في اللغة الصومالية مجعويال سؤاليت، يعني يعمل ما تعمله أسماء الاستفهام. إيو الخامس هنا إيو ومجعويال نقط. هنا مجعويال نقط الضمائر اللي يعني تأخذ أو تقوم مقام verb to be، يعني هي استخدام اس، يعني وفي العربية قريب منها أفعال المطاوعة، يعني تناكر مثلا، النكران جاء من كلا الطرفين أو من الشخص ولشخص نفسه. مثلا مدح نفسه، إذا أردنا مدح نفسه في الصومالية نستخدم يعني مجعويال نقط. نقط هذا اس، يعني مدح نفسه اس أماني، اس أماني. الأمان هنا مدح. إذا مدح نفسه اس أماني، يعني كل عمل جاء من الشخص نفسه واستخدمنا اس في اللغة الصومالية قبل الفعل، يعني يسمى ضمائر أو مجعويال نقط، يعني وهي الفعل اللي يأتي من الشخص نفسه وبذاته. مدح نفسه بمعنى اس أماني، اس يعني تقاتل مثلا، تقاتل اس دقالي، تقاتل، يعني ما تفيده الفعل التفاعل، وزن التفاعل هنا يفيده مجعويال نقط، واستخدامه هو يعني سيأتي في شرحها. هذه الأقسام ال5، نأخذ الأقسام وكل قسم نقف فيها لحاله ونشرحها. مجعويال ضد ضمائر الأشخاص سنشرحها في مجعويال لهانشو ضمائر الملكية سنشرحها في نقطة باء. مجعويال تسمو، يعني ضمائر الإشارة أو أسماء الإشارة أو أسماء الموصولة، كلاهما يستخدم مجعويال تسمو، أسماء الموصولة أو أسماء الإشارة، هذه مجعويال تسمو. ونستخدم بين مجعويال سؤاليت، أسماء الاستفهام سنأخذها في شرحها في مقام آخر. ومجعويال نقط والأسماء التي تفيد ما يفيده وزن تفاعل. لنبدأ من مجعويال ضد، يعني ضمائر الأشخاص. في العربية تنقسم الضمائر إلى 3 أقسام. 1 ضمير المتكلم، وهو أنا ونحن، وفي اللغة الصومالية كذا الضمائر المتكلم أنا ونحن موجودة. وفي العربية أيضا ضمائر المخاطب 5: أنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبان، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني ما في فرق عند التثنية. وأنتم للمخاطبين جماعة الذكور، وأنتن للمخاطبات جماعة الإناث. وللغائب أيضا 5: هو للمفرد الغائب، وهي للمفردة الغائبة،
وهما للمفردان الغائبان سواء كان من الإناث أو من الذكور، وهم للغائبين وهن للغائبات. هذه تكون 12 في العربية. ولكن في الصومالية يوجد الضمائر 7 من الضمائر. أنا في العربية في الصومالية أنيغا، يعني للمتكلم سواء كان ذكرا أو أنثى يستخدم أنيغا للمتكلم. وفي الإنجليزية I، وفي الإنجليزية I، وفي العربية أنا، وفي اللغة الصومالية ضمير المتكلم أنيغا. أنيغا يعني أنا المتكلم، أنا أنيغا. وجماعة المتكلمين في العربية نحن، وفي الإنجليزية we، وفي الصومالية إنغا. يعني في فرق هنا وفي هنا إي. إنغا هنا الفتحة وهنا يعني باختلاف يعني تزويد. هنا تبدأ بأ ونا وإي، وهنا تبدأ بآي إي ونا وأ. يعني أنيغا للمفرد المتكلمين، وإنغا يعني نحن للجماعة المتكلمين. إنغا هنا. الضميرين أنا أنيغا وإنغا يستخدم للمتكلمين. في الأولى أنيغا للمتكلم، وفي الاثنين إنغا لجماعة المتكلمين، يعني وتقوم مقام ما تعمله نحن. ونحن في العربية إنما هي لجماعة المتكلمين أو للمعظم نفسه، وهكذا نفسها في اللغة العربية. ما في اللغة الصومالية ما في فرق. أنيغا أنا، إنغا نحن. هنا للمتكلمين في اللغة العربية أنا أنيغا، وفي الصومالية إنغا نحن. هذه ضمائر المتكلم يعني نفسها في العربية موجودة في الصومالية. أنيغا للمفرد مقام أنا، وإنغا للجماعة المتكلمين بمقام نحن. أما في المخاطب يعني في العربية يعني 5، وفي الصومالية 2. أنت للمفرد المخاطب أذيغا، وللمفردة المخاطبة أنت. يعني نفسها في الصومالية ما يفرق بين المخاطب والمخاطبة، وإنما يستخدم اللفظة أذيغا للمخاطب، سواء كان للمخاطب المفرد مثلا، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وكذلك المثنى، لأن في اللغة الصومالية لا يوجد فيها ما يسمى التثنية، إنما المفرد والجمع وبس. والمفرد في الضمير في اللغة الصومالية لا يفرق بين المخاطب والمخاطبة. يو الإنجليزية فهي لا تفرق نفسها في الصومالية أذيغا لا تفرق بين المخاطب والمخاطبة، وكذلك أنتما في العربية لا تفرق بين المخاطبتين أو بين المخاطبين، يعني يستخدم أنتما للمخاطبين وللمخاطبتين. وفي صومالية هذه 3 أنت وأنت وأنتما يستخدم مكان أذيغا. أنت المخاطب أذيغا، أنت المخاطبة أذيغا، أنتما المخاطبان أو مخاطبتين. ف3. أما 4 أذنك هنا أنتم. يو الإنجليزية بلورال، أنتم يعني يو الإنجليزية بلورال، أذنك أنتم. لا تفرق بين أنتم وأنتن. للمخاطبين وللمخاطبات نستخدم أذنك. يعني هذه 4 في للمتكلمين. 2 أنيغا أنا المتكلم، إنغا نحن المتكلمين، أذيغا أنت المخاطب ما في فرق، والمخاطبان والمثنى، وأذنك للجماعة المخاطبين سواء كانوا من الذكور أو من الإناث. هذه 4، 2 للمتكلمين و2 للمخاطبين. فللغائب 3. إساغا هو الغائب، هي الإنجليزية. إياذا هي الغائبة، شي الإنجليزية. إياغا
هم الغائبون والغائبات ودي الإنجليزية. يعني يفرق بين الغائب والغائبة. للغائب إساقة وللغائبة إياضا، وللغائبين ما في فرق وليس في مثنى نستخدم إياغا. المثنى هما نستخدم إياغا، ومقامهم نستخدم إياغا، ومقامهن نستخدم إياغا. ولذلك في الصومالية 7 من الضمائر للمتكلمين: أنيغا للمفرد المتكلم، إنغا للجماعة المتكلمين، أديغا للمفرد المخاطب وللمفردة المخاطبة، يعني نستخدم أذيك، ما في فرق. أذنك يعني للمثنى والجمع الذكوري ولجمع الإناث نستخدم أذنك، لأنه لا يوجد في اللغة الصومالية التثنية، ولا يوجد التفريق بين المخاطب والمخاطبة، نستخدم أذيك للمفرد المخاطب وللمفردة المخاطبة. أما للمثنى المخاطبين وللجمع الذكوري المخاطبين يعني ولجمع الإناث المخاطبات يعني نستخدم أذنك. وللغائب المفرد يعني إساقا هو، وللغائبة المفردة أيضا، وللغائبين إياغا. هذه هي الضمائر 7 في اللغة الصومالية، لازم نحفظها ونشرحها الآن وهي في جملة. أنيغا أنا. لو كان الغائب 2 ذكور ولا إناث برضه ممكن نستعمل كلمة إياغا. أي نعم، إياغا هنا يعني في اللغة الصومالية لا يوجد المثنى، ولذلك ما ليس مفردا ولا جمعا، ولكن العربية ما ليس مفردا ولا مثنى ولا جمع، يعني 3 مراحل. في الصومالية للمفرد الغائب هو إساقا، وللمفردة الغائبة إياضا. هذا يفرق بين الغائب تذكيرا وتأنيثا. أما للغائبين وللغائبتين وللغائبين وللغائبات نستخدم كلها إياغا، يعني 3: للمفرد الغائب إساقا، وللمفردة الغائبة إياضا، وهما وهم وهن مقامهما إياغا. يعني هذه يعني لوحدها تقوم مقام المثنى والجمع الغائب الذكور وجمع الغائبات، يعني هذه إياغا، هذه 7. أنيغا أنا بريبان أهي، يعني أنا مدرس. بري هنا مدرس، يعني بان هنا يعني آي مثلا أم الإنجليزية، بان هنا أم الإنجليزية، أو الكينونة في اللغة العربية وهي محذوفة وتلد من الإسناد. أنا معلم، إذا قلنا في العربية شيء محذوف اسمه يسمى الكينونة، أنا كائن، يعني ففي العربية لا ينطق، وفي الإنجليزية I am verb to be، وفي الصومالية بان أهي، يعني هنا بان أهي الكينونة. أنا مدرس في العربية تكفي، هنا بان أهي أم الإنجليزية أو الكينونة المحذوفة والتي تلد من الإسناد، يعني يسمى يعني بان أهي. أنا مدرس، أنيغو باري بان أهي. أنا هنا أنيغا للمفرد المتكلم. إنغا نحن، إنغا نحن أياله غوريغا، يعني أياله هنا عذرا يا أستاذ، بانا هي الآن يعني ماذا تعني كلمة بانا هي؟ أم الإنجليزية أو الكينونة، يعني كائن في اللغة العربية لا ينطق، وإنما هي محذوفة تلد أو تولد بين الإسناد، إسناد المبتدأ للخبر. يعني أنا كأنه يريد أن يقول أنا معلم، لا أنا شخص معلم، أو أنا شخص أستاذ. يعني في العربية أنت لا تحتاج إلى ذكرها، تقول أنا معلم تكفي، ولكن في منطق اللغوي يقول أن شيئا محذوفا في اللغة العربية يعني الكينونة، أنا كائن معلم أو مدرس، كأنك قلت هذا،
في العربية لا ينطق، وإنما هي يعني تلد من الإسناد، إسناد المبتدأ للخبر. ولكن في الإنجليزية verb to be. I am a teacher، يعني am a teacher بان أهي في اللغة الصومالية am. بس ممكن نقول بدل بان أيان أهي نفسها ولا لا؟ أيان نفسها أي أيان وبان، يعني باختلاف اللغة الجنوب والشمال، يعني أنيجا بري أيان أهي أو بري بان أهي نفس المعنى، ما في فرق. أيان وبان يعني ما في فرق، تمام. ولكنها هنا أم، ما تعمله أم الإنجليزية هي مناسبة، ولكن في العربية لا يوجد، وإنما يعني لا ننطق بها. إنك هنا نحن، إنك نحن، أيا لوحدها لا يوجد لها، له مالكو جرج المنزل، يعني أيا له هنا مالكو جرج المنزل، نحن مالكو المنزل، يعني أيا له هنا مالكو جرج المنزل، يعني المنزل لنا، أنا أيا له لنا أو لا مالكو هنا أفضل. إنه نحن أيا له مالكو جرج المنزل، نحن مالكو المنزل. أديك أنت، يعني أنت المخاطب. أديك أنت وات مقنيت كنت غائبا، يعني وات مقنيت كنت غائبا. يعني في تنس الإنجليزي يعني الذي يفيد ما يفيده الفعل الناقص كان، يعني كنت غائبا مثلا، إذا قلت أذيك يعني أنت وات مقنيت كنت غائبا، يعني أنا ذلك وقت الكلام يعني كنت غائبا. أذنك أنتم المخاطبون والمخاطبات. أذنك أنتم وقرنيسان، يعني تعلمون، يعني أنتم تعلمون. قرنيسان هنا يعني تعلمون أو يعني تدركون، يعني أنتم تعرفون، يعني وقرنيسان أنتم تعرفون. يعني أذنك أنتم وقرنيسان أو وقرنيسان تعرفون هنا في واو الجماعة. ولو كان مفردا وقرنيسا قرنيسان، نعم قرنيسان للجمع. إساقا هو، هذا للغائب. إساقا هو أيا إيشيغي ذكر لي. أيا هنا لوحدها لا يوجد لها معنى، إنما هو تفيد تساعد الفعل الشيغي. ذكر إي وهنا لي، هو ذكر لي. إساقا أيا إيشيغي، إساقا هو أيا شيغي ذكر إي لي، هو ذكر لي إساقا إيشيغي. أيضا هي، أيضا أيا تمت، هي جاءت، أيا تمت جاءت، يعني تمت جاءت، يعني للتثنية فيها. لو كان مذكرا كانت هنا يا. إساقا أيا يمت هنا جاء، وتمت هنا جاءت، يعني للتأنيث الفعل هنا تمت، وللتذكيرها يمت، سنذكرها في حين دراسة الفعل. أيضا أيا تمت هي، أيضا أيا تمت جاءت. إياغا هم، يعني للغائبين. إياغا هم وينقرنيان يعرفوننا، يعني واتقرنيسان تعرفون، يعرفوننا نقرنيان، يعني نا هنا نقرنيان يعرفوننا، نا هنا نا يعني يعرفوننا، نا المفعول به هنا نا، وينقرنيان يعرفون نا. هنا درسنا الضمائر الأشخاص، وهي في اللغة الصومالية 7. أنيجا أنا أو للمتكلم، إنجا نحن للمتكلمين. أديجا أنت المخاطب وأنت المخاطبة. أذنك أنتما
وأنتم وأنتن يعني كلها أذنك للمخاطبين وللمخاطبات وللمخاطبين. إساقا هو الغائب هي تفاجئ بالحليب يمكن اشرب بشربه انا جيبي. أيضا هي شي إياغا هم. وفي الإنجليزية أنيغا I إنغا we إنغا we أديغا you a singular you singular أدينكا you plural. إساغا هي إياغا she إياغا they. هذا هو السبعة الإنجليزية. يوجد في الصومالية 7 وفي مثل العربية، ولكن باختلاف التفريق بين التأنيث والتذكير في العربية لا يوجد في الصومالي، وإنما هي 7 ضمائر: أنيغا إنغا للمتكلمين، أديغا أدينكا للمخاطبين، إساغا إياغا إياغا للغائب أو third person. هذا هو. عفوا أستاذ، تفضل. في المثال الثالث والمثال الرابع هل يمكن استخدام واد مثل المثال الثاني؟ يعني في المثالين مثلا في المثال الثالث وات يعني ممكن نستخدمها، نحذف الدي هذا أديغا ومقنيت، هذه في اللغة المحلية، ولكن اللغة المكتوبة باستخدام دا. وفي نفس المثال الرابع أذنك ممكن نقول واد باستخدام الدال، هي اللغة الفصحى، وتركها في الجنوب يعني نفسها ممكن نتركها هنا، وممكن يعني نذكرها هنا نضيفها دي، يعني ما في فرق. ووات يعني نفس المعنى ونفس ما تفيده في الجنوب وفي الشمال، ولكن اللغة المكتوبة تستخدم حرف دي يعني اللغة المصطلح. ولكن في قاعدة عامة في اللغة الصومالية في يعني تفسح المجال كل يكتب كما ينطقه في إقليمه. في الجنوب مثلا يتركون الدال هذا، وفي الشمال وهي اللغة المكتوبة ينطقون دال. وات بمعنى نفسها يعني ما في فرق. وكلاهما تكون بمعنى وير في الإنجليزية صح؟ يا لا، وكلاهما في اللغة الإنجليزية مثلا عند يو ار، عندها يو ار تفيده ار. ها يا نعم يعني مضارع. أي جميل. اوكي. بي مقعويال لهانشو يعني في يقابلها في اللغة الصومالية الإضافة، يعني في اللغة العربية الإضافة، وفي اللغة الصومالية يعني ضمائر الملكية هنا الإضافة مقعويال ضمائر لهانشو الملكية. ضمائر الملكية يعني تفيد ما تفيد الإضافة، ولكن ترجمتها حرفيا تكون مقعويال ضمير لهانشو الملكية. يعني لهانشو هنا الملكية يعني تفيد ما تفيده الإضافة، ولكن ترجمتها حرفيا تكون مقعويال لهانشو ضمائر الملكية، يعني ضمائر الملكية. مقعويال لهانشو ضمير الملكية، مقعويال لهانشو ضمير الملكية. وإري مفردة موجية يظهر لهانتا ملكية أما ملكية دا يعني نفسها يعني ملكية مصوملة من الأصل العربي ملكية، ولهانشو الصومالية الأصلية لهانتا. يعني كررناها لماذا؟ لأن كلا المفردين يعني تفيد ما تفيد. مرة نستخدم الكلمة العربية ملكية دا المصوملة، ومرة استخدمنا الكلمة الصومالية. ولذلك نقول مقعويال لهانشو ضمير الملكية، وإري مفردة موجية يعني مفردة تظهر لهانتا ملكية أو أما نفسها الكلمة ملكية، ما في فرق في العربية. الملكية عد يعني ملكية شخص يعني عد، أما أو وح أي ليهين أو شيئا وح
أي ليهن يملكونها، يعني يفيد أن هذا الشيء ملكية أو أن هذا الشخص ملكي لأحد. الضمير الذي نستخدمه عند هذا يسمى ضمير الملكية. سيدا مثلا جوريغا علي، يعني منزل علي، هذه إضافة، يعني إضافة الاسم المنزل إلى علي تجعله ملكيته، يعني مالك البيت هو علي، هذه بمعنى ما تفيد الإضافة. جوريغا علي، بيت علي أو منزل علي، هذه إضافة. وجينجت من الزنجة، يعني مصنوع من الزنجة، يعني هذه الحديد المعروفة في المصنوعة من البيوت. كيغو سي، هنا الضمير الملكية. كيغو سي ومنزلي وصر، يعني مبنى أو مصنوع من الحجر. صر إذا كان المنزل يعني مصنوع من الطابوت أو الحجارة يسمى في اللغة الصومالية صر، وإذا كان مصنوعا من الزنجة أو الحديد هذه يعني يسمى جينجات. ولذلك ضمير الملكية هذا مرة اسم الظاهر، الإضافة إلى اسم الظاهر تظهر الإضافة، جوريغا علي، منزل علي. والإضافة إلى الضمير يكون الضمير الملكية كيغوسي ومنزلي، مثلا كأننا قلنا ومنزلي كيغا. وصر يعني مبني من الحجر. شيكو أقرس يعني قصة للقراءة، هذه نطبقها بالضمائر الملكية يعني من خلال هذه القصة. نقرأ أولا مجا عيغو وعلي. مجا عيغو هنا اللي مكتوب بسمول ليترز، هذه يعني يسمى الضمائر الملكية. مجا عيغو وعلي. أقل كينا، كينا هنا أقل كينا وحو كيالا حافظ هضن. أقل كينا وحو كيالا حافظ هضن. وحان صاحبه نهاي أسد إيو صاحب كيس. كيس هنا يعني المكتوب بسمول لترس عن إيتاليك، دائما اجعل تحتها قط. صاحب كيس أمين، هذا اسم يعني صديق أسد. أسد أقل كودا. كودا هنا المكتوب بسمول لترس عن إيتاليك تجعل تحتها قط underline. وحو كيالا أسد أقل كودا وحو كيالا كينا أكتيسا. هنا كينا وتيسا. أمين أقل كيسا ونغفك يهي. وحو درس ليهي معلمات سعدية. معلمات أقل كيدا لاميغا أيو ساران يهي. هذه القطعة يعني فيها ضمائر الملكية في اللغة الصومالية جميعها في هذه الفقرة. كيف نستخدمها؟ يعني نشرحها ونستخلصها ونكتبها هنا في الضمائر الملكية وما يعرف بها. الآن نشرح القصة للقراءة. قصة للقراءة شيكو أخرس مجا عيغو اسمي. هنا كيغا يعني أيغو إذا أضفنا لهذه الكلمة يسمى المتكلم، يعني ماي الإنجليزية كيغا في اللغة الصومالية أيغا يعني، أو كيغو يعني في اللغة الصومالية ماي أو يا المتكلم. إذا أضفنا إلى ياء المتكلم يقول كيغا. وعلي يعني اسمي علي مجا عيغو وعلي. هنا كيغا. أقل هنا بيت أو منزل. جوري يعني مثلها يعني. وأقل صومالي هنا البيوت التي كانت الصومالية يصنعونها لأنفسهم يسمى أقل، يعني أقل يعني بمعنى منزل أو جوري. كينا هنا يعني الإضافة إلى نا المتكلمين. كينا يعني نا المتكلمين. بيتنا هنا يا المتكلم ماي.
وكان هنا نا المتكلمين، وفي الإنجليزية our house بريجينا، يعني بيتنا، ونا يعني الإضافة إلى نا الجنون أو الجماعة كينا، وهذه our الإنجليزية، وفي الصومالية كينا يعني للمتكلمين، نا المتكلمين. وحو كويا لا يقع، يعني وحو لوحدها هنا تسيد يعني تساعد الفعل يا لا يقع، وكو هنا في يقع في كويا لا في كو، وحو كويا لا يقع حافظ في حي، حافظ هضن، هذا اسم حي هضن، ويسمى أيضا اسم من أسماء الفتيات في اللغة الصومالية هضن، بمعنى الغنى هضن. وحان يعني وحن لوحدها لا يوجد لها معنى، إنما تساعد الفعل. وحن صاحبنا هي نحن أصدقاء، يعني صاحبنا هي نحن أصدقاء، يعني مع أسد، يعني هذا اسم الشخص يسمى أسد، يعني وهي مأخوذة من الكلمة الأسد العربي، يعني بمعنى لباح في اللغة الصومالية، وأسد اسم من أسماء الصوماليين، يعني يسمى أسد. إيو وصاحب كيس، هنا ما نقصده صاحب كيس، صاحب أسد هنا صاحب كيس، كيس هنا يعني هو، يعني ضمير الإضافة إلى الضمير الغائب هو، يعني his الإنجليزية صاحب كيس يعني his friend، his في الصومالية كيس. يعني أمين هذا اسم الزميل أسد يسمى أمين، وهي الأمين العربي اسم من أسماء الصوماليين، وهي من الأمانة، الذي اتصف بالأمانة. أسد اللي أصبحنا زي أسد أقل كوذو يعني بيتهم، يعني هنا الإسناد إلى هم، يعني their الإنجليزية، أقل كوذو يعني بيتهم هم العربية. وحكويا لا يقع في كان أكتيسا، يعني كان يعني بيتنا، نا للمتكلمين، أكتيسا قربه، هنا تيسا هنا قربه، يعني الإسناد إلى ضمير الغائب. أمين هذا اسم الشخص الأمين، أقل كيسة هنا في ناقص ال، أقل كيسة يعني أقل، يعني في قطع مطبعي ال هنا تدخل ال. قربه ولا بالقرب منه؟ نفس الشيء، قربه الآن قربه. وإذا قلت بالقرب منه هنا الهاء ما نقصده هاء، يعني الإسناد إلى هاء، هو سواء استخدمت بالقرب منه هذه أو قربه على طول مباشرة. أمين أقل كيسة، بيت أمين يعني كيسة هو، بيت أمين يعني منزل أمين، أقل كيسة هنا بيته، يعني الإضافة إلى هاء الغائب. ونقفق يهي يعني بعيد عنا، نقا هنا عنا، فك بعيد، يهي هنا يعني ونقفق يهي بعيد عنا، ونقفق يهي بعيد عنا. وحو درس ليهي هو جار مع، لا هنا مع، وحو درس ليهي يعني هو جار مع معلمة سعدية، المدرسة سعدية، سعدية هنا سعدية يعني سعدية اسم المعلمة، معلمة يعني هنا معلمة اسمها سعدية. وحو درس ليهي هو جار مع معلمة سعدية، معلمة سعدية. معلمة والمعلمة أقل كذا يعني منزلها كذا هنا ها، الإسناد إلى ها، هير الإنجليزية كذا. لامجة يعني الشارع، هنا لامجة الشارع، أيو سارين هي يعني جنب الشارع، يعني وبيت المعلمة يعني جنب الشارع، لامجة أيو سارين هي جنب الشارع. هنا ما استخدمناه كيغا وكينا، وكل ما مكتوب small letters and italic
اللي استخدمنا نضع تحتها قط هي يعني ضمائر الملكية، وهي ما نقصده وندرسه هنا لوحدهم، يعني ندرسها هنا الضمائر الملكية. القصة سنعود إليها بعد الشرح هذا. قضب أقونسي، يعني قضب هنا حرف أو ارتيكل. أقونسي هنا يعني معرفة يعرفنا لهانشو، يعني لهانشو الملكية. هنا قضب أقونسي لهانشو يعني ملحقات الضمائر الملكية. هنا قضب يعني سفكسس، هنا قضب سفكسس قضب. أقونسي هنا يعني معرفة أو لهانشو، يعني أقونسي يعني نعرفه، هذا قضب أقونسي يعني سفكسس. لهانشو يعني هنا ملكية أو بوسسيف. أيا راعة تلحق مجاويالك، يعني ضمير لهانشو ضمير الملكية possessive pronoun، ضمير الملكية مجاويال لهانشو يعني ضمير الملكية. وملحقات هنا suffixes، يعني قضب أقونسي لهانشو هنا suffixes اللي سندرسها، وهذه هي suffixes يعني السبعة. هنا سبعة هذه suffixes أو ملحقات تلحق ضمائر الملكية مجاويال لهانشو، تلحق سفكسس أو قضب أقونسي. هنا سفكسس قضب أقونسي أو ملحقات. ماذا تلحق هذه مجاويال كلهانشو ضمير الملكية تلحق دائما سفكسس أو ملحقات قضب أقونسي في اللغة الصومالية، وهي سبعة، يعني سبعة، يعني بما أن الضمائر سبعة والضمائر الملكية ملحقاتها تكون سبعة، يعني سفكسس سبعة كيغا. وهذه يعني سبعة تنقسم إلى قسمين، يعني مذكر ومؤنث. مثلا كيغا، يعني هنا كيغا يعني ياء المتكلم، يعني الإضافة إلى ياء المتكلم إذا كانت الملكية تعود إلى المتكلم ونستخدمها في العربية ياء المتكلم، في اللغة الصومالية تكون كيغا إذا كان الشيء يعني مذكرا كيغا، وإذا كان مؤنثا يكون تيذا. مثلا كلمة يعني ويل ولد، ويل في اللغة العربية ولد، إذا أضفنا إليه ياء المتكلم تكون ولدي. ولدي في اللغة الصومالية ويل كيغا، يعني كيغا هنا قضب أقونسي، يعني نعرف به أن هذا هو ضمير للملكية أو استخدام ياء المتكلم، الإضافة إلى ياء المتكلم أو سفكسس هذا كيغا يعني يعود إلى ياء المتكلم، يعني الإسناد إلى ياء المتكلم أو الإضافة إلى ياء المتكلم. إذا كان الملكية لياء المتكلم فالصومالية تكون كيغا. مثلا ولد ويل، ولد في الصومالية ويل. إذا أضفنا إلى ياء المتكلم تكون ويل كيغا، يعني ولدي، ياء المتكلم هنا كيغا، يعني ويل ولد، إضافته إلى ياء المتكلم ولدي يكون كيغا، ولدي ويل كيغا، يعني تلحقه سفكسس هذا كيغا للملكية، للدلالة على الملكية، ملكية المتكلم، ومقامها مقام الياء المتكلم في العربية كيغا. وأيضا ياء المتكلم يعني إذا كانت الشيء اللي يعود إلى ملكيتك مؤنثا في الصومالية تكون تيذا، تبدأ بالتاء التأنيث تيذا، وكاء للمذكر وتاء لتيذا وداء في آخرها. قلنا أن الداء يعني تستخدم للتأنيث، داء وشاء وتاء، وجاء وكاء وأ وهاء يستخدم للتذكير، ولذلك عند تذكير شيء الملكية يكون كيغا، ولدي ويل كيغا.
إذا كانت بنت في العربية ما في فرق، بنتي بنتي، يعني الكلمة أصلها بنت يعني للتأنيث مؤنثة، وولد مذكرة، ولكن في الصومالية ويل، يعني إذا أضفنا، لو نريد إضافته إلى ياء المتكلم نقول ويل كيغا. أما بنت في الصومالية جبر، بنت في الصومالية جبر، جبر بمعنى بنت. إذا أردنا إضافتها إلى ياء المتكلم تكون تيذا، جبر تيذا، يعني بنتي ياء المتكلم وحدها. تارة تكون يعني إذا كان الشيء مذكرا كيغا، ولدي ويل كيغا. إذا كان مؤنثا تيذا، جبر تيذا. ونا المتكلمين يعني اور مثلا، هذه ماي الإنجليزية، ماي سان، ماي داوتر، هذه تيذا. في العربية وفي الإنجليزية ما في فرق، ولكن في الصومالية في فرق. إذا كان المذكرا كيغا، وإذا كان مؤنثا يكون تيذا. وكذلك الأشياء، يعني إذا كان الشيء يعامل في اللغة الصومالية معاملة الذكر كيغا، وإذا كان يعامل معاملة الأنثى تيذا. وكذلك إذا كان مذكر حقيقي أو مؤنث حقيقي كيغا وتيذا. هذه الإضافة إلى ياء المتكلم يعني تأخذ مقامها ياء المتكلم كيغا إذا كان للمذكر، وتيذا إذا كان للمؤنث. والإعادة إلى ضمير نا المتكلمين، مثلا ولدنا، إذا قلنا ولدنا يعني ويل كينا، our son في الإنجليزية our son، our يسمى في اللغة الصومالية كينا، وهي suffixes يعني قضب أقونسي كينا إذا كان مذكرا مثلا. وإذا كانت مؤنثا يعني في العربية وفي الإنجليزية ما في فرق، our son أو our daughter. في الصومالية our son يعني ويل كينا، يعني تطبعها كينا كينا. وإذا كانت يعني مؤنثة بنتنا مثلا، بنتنا تكون جبر تينا تينا. وفي الإنجليزية ما في فرق، our يعني our في اللغة الصومالية كينا أو تينا، وكينا للمذكر وتينا للمؤنث. في هنا كا، كل المذكر تبدأ بكا، وكل التأنيث تبدأ ب يعني تا. كل المذكر يعني تأخذ مثلا جاء وأ، جاء أ أ. هنا للغائب في قاعدة أخرى فنضيفها ندرسها في حينها. هنا للمتكلمين ياء المتكلم أو نا المتكلمين عند إسناد إليها تكون اور ماي كيغا أو تيدا، اور كينا أو تينا، هي ياء المتكلم في العربية ونا المتكلمين. هذه في المخاطب مثلا ولدك، كاف الخطاب، ولدك ويل كاغا، كاغا هنا للمخاطب، كاف المخاطب، الإسناد إلى كاف المخاطب أو الإضافة إلى كاف المخاطب كاغا. وأيضا إذا كان الشيء يعني مؤنثا تكون تاضا، مثلا بنتك في الصومالية جبر تاضا، تاضا هنا للمخاطب. وللمخاطبين بنتكم، هذه يعني للمخاطب يور، يور يعني الإنجليزية، يور الإنجليزية للمخاطب. ودي كينا يعني وتينا هي يعني للمخاطبين، يعني لجمع المخاطبين إذا أضفناها. بيتكم مثلا يعني بيتكم يعني جوريجينا، يعني يور البلورال، يور بلورال المخاطبين تكون كينا أو تينا. كينا إذا كانت مذكرا، وتينا إذا كانت مؤنثا. مثلا بيتكم جوريجينا كينا. وإذا كانت هناك بنتكم جبر تينا، هنا تينا، يعني كينا وتينا للمخاطبين، يعني كم العربية ويور للجمع المخاطبين في الإنجليزية. كيسة يعني هس الإنجليزية، هس الإنجليزية، وتيسة كمان مثلها، وتيسة. كيسة وتيسة بمعنى هس الإنجليزية،
وكذلك يعني هو، يعني بيته مثلا، هو للغائب المفرد كيسة. كيسة يعني إذا كان المفرد مذكرا كيسة، وإذا كانت مؤنثة تيسة. مثلا ولده ويلكيسة، بنته جبرتيسة. تيسة هنا إذا كان مذكرا كيسة، وإذا كانت مؤنثة هذا للغائب المذكر كيسة. هس في الإنجليزية. كذا يعني هير، كذا هير. وتيذا إذا كان مؤنثا، ويقابلها ها في العربية ها، يعني الإسناد إلى ها الغائبة. مثلا بيتها، بيتها قري جيذا، بنتها جبر تيذا، هنا للإسناد إلى الغائبة. كوذا هنا ذير، ذير، وتوذا مثلها، وهي إضافة إلى هم العربية، هم بيتهم. تفضل أستاذ. الفرق بين كيسة وتيسة ما عرفت. أي كيسة إذا كان مذكرا، الشيء الذي نعيد إليه إذا كان مذكرا. مثلا ولده ويلكيسة، بنته جبرتيسة. في العربية ما في فرق، هو للغائب، ولده وبنته يعني هو للغائب ثاني بيرسون. وفي الإنجليزية هس. لكن في الصومالية في فرق، كيسة إذا كان مذكرا، وتيسة إذا كان مؤنثا. هذا هو الفرق. ما الفرق بين تيسة وكيدا؟ كيدا وتيدا. أي هي نفسها ها العربية، ها بيتها، ولدها بنتها. في العربية ولدها ويل كيدا، نعم وبنتها جبر تيدا، يعني ها للغائبة. وفي الإنجليزية هير، يعني كلاهما هير. فهمان. وكوذا هنا يعني ذير، وتوذا نفسها ذير. وفي العربية يعني هم بيتهم، ولدهم هنا ويلكوذا، بنتهم جبرتوذا، يعني ما في فرق في بنتهن أو بنتهم. بنتهن وبنتهم، لأنه في الضمائر الغائبة يعني لا نفرق بينهم وهن وهما، كلاهما نستخدم واحد يعني كوذا. ولذلك إذا كانت لهما وهم وهن نستخدمها كوذا إذا كان مذكرا، وتوذا إذا كان كلها هم، يعني بيتهم أو بيتهن أو بيتهما، كلاهما نستخدم كوذا. هذه 7. يعني 7 التي أخذناها، يعني أنا، أنيغا إذا كانت ماي كيغا، يعني ياء المتكلم أو الإضافة أو الإسناد إلى ياء المتكلم هنا. ونا المتكلمين أور كينا أو تينا. وكاف الخطاب يعني يور You have to understand this. أو هم الإنجليزية، وفيها أيضا هن. أي نأخذ هذه القصة ونريد أن نضع تحت القد ما الضمائر، أو نكتفي بهذا القدر بعد انتهاء الوقت الحصة، حتى نعود إليها في الحصة القادمة، الليلة القادمة إن شاء الله، لتكون أكثر حتى تترسخ في أذهاننا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. أخذنا ماذا يا جماعة؟ أخذنا الضمائر، ضمائر الأشخاص. ضمائر الأشخاص إما أن تكون ضمائر يعني المفردة، يعني المعروفة، أنا ونحن للمتكلمين، أنا أنيغا، نحن إنغا، هذه للمتكلمين أو للمتكلم وللمتكلمين. للمتكلم أنا أنيغا، وللمتكلمين إنغا نحن. للمخاطب أنت وأنت، يعني أذيغا. للمخاطب ما في فرق، أذيغا، سواء كانت أنت وأنت أذيغا.
للمخاطب وللمخاطبة. هذه المخاطب. وأذنك للمخاطبين اثنين، وللمخاطبين الذكور وللمخاطبات الإناث يستخدم أذنك المخاطب. يعني جماعة المخاطبين يعني بدءا من المثنى، ويعني ما في فرق بين المخاطبين والمخاطبات. ثم إساقا هو الغائب، إياذا هي الغائبة، وإياقا هم الغائبين، هما الغائبين أو الغائبات غائبتين، وهن كلها تستخدم هم إياقا، يعني للغائبين وللغائبين وللغائبات يعني إياقا. هذه السبعة الضمائر. وإذا كانت هذه ضمائر الملكية في مقام الإضافة، يعني إضافة إلى ياء المتكلم كيغا أو تيذا، والإضافة إلى الناء المتكلمين كينا أو تينا، يعني الإضافة إلى ياء الناء المتكلمين أو أور الإنجليزية تكون كينا وتينا. أما الإضافة إلى كاف الخطاب أو يور للمفرد الإنجليزي كاغا، يعني للمفرد المخاطب وللمخاطبة إذا كان مذكرا أو مؤنثا كاغا أو تاذا. وإذا كان لجماعة المخاطبين يعني يور بولرال الإنجليزية كينا وتينا. وإذا كانت هس الإنجليزية أو هو للغائب المفرد كيسا أو تيسا. وإذا كانت ها العربية للغائبة يعني كذا وتذا أو هير الإنجليزية. وإذا كانت يعني هم أو هن أو هما العربية وذير الإنجليزية كوذا أو توذا. إلى هنا نكتفي أيها السادة والسادة، فنعود إلى شرحها نفسها في درسنا القادم بإذنه عز وجل. وشكرا. إذا كانت هناك إضافة أو تعليق أو شرح فتفضلوا. جزاك الله خيرا يا أخي. اليوم وجبة دسمة تحتاج لهضم يعني شوية. وجبة دسمة شوية. بارك الله فيك. جزاك الله خير. أي تحتاج إلى هضم، ونحن قصرناها حتى تكون يعني ملائمة شوية إلى تركيز. جزاك الله خير يا أخي، ربنا يكرمك إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذي، أنا أشكركم كثيرا. شكرا.